كلنا بنمر بلحظات بنقول فيها لازم أصبر، الدنيا اختبار. بس لحظة، هل دايما الصبر دليل على قوة الإيمان؟ ولا أحيانا بيكون مجرد ستار بنغطي فيه على عجزنا؟ أهلا وسهلا فيكن بقناة علمتني الحياة مع سوزان. جهزوا فنجان القهوة وخلونا نسأل حالنا بصراحة، هل نحن عم نخدع أنفسنا بالصبر؟ ما حدا بيختلف على جوهر الصبر كعبادة وقيمة روحية، مذكور بكل الأديان ومرفوع لمرتبة عالية. المؤمن الحقيقي بيصبر لأنه واثق أنه بعد الضيق في فرج، ولأنه شايف حكم رب العالمين حتى لو كان الألم كبير. بس الصبر هون له ملامح، في رضا، في قوة داخلية، وفي إيمان، مو بس بالحكمة الإلهية بل بالقدرة على تجاوز الألم. علمتني الحياة يا أصدقائي، مو كل صبر هو صبر. في صبر بيطلع من الإيمان، وفي صبر بيطلع من الخوف. مثلا في ناس كتير بتضل بعلاقة عم تنهشن من جوا وبيقولوا لحالهم أنا صابر وربنا رح يجازيني. بس السؤال الحقيقي، هل هذا الصبر هو رضا بقضاء الله ولا خوف من المجهول، من كلام الناس ومن الوحدة؟ قديش شفنا بمجتمعنا امرأة متزوجة بس كل يوم بتنزف كرامتها مع رجل بفتش فيها عن ضحية مو عن شريكي، وبتقول أنا صابرة من شان الأولاد ومن شان رب العالمين، بينما بالحقيقة هي بتخاف تواجه مصيرها وبتخلي الوجع ياكلها بصمت وعم بتسميه صبر. وفي شاب كل يوم بيصحى على شغل بيكرهه، بيرجع على البيت منهك محبط مكسور، بس بيقول لحاله الصبر مفتاح الفرج، وهو ناسي إنه هالفرج ما بيجي بدون حركة، بدون قرار، بدون مواجهة، بدون قناعة إنه أنا بستحق الأفضل. أحيانا بنستعمل كلمة صبر كدرع، درع منواجه فيه حالنا، منبرر ضعفنا ومنقنع أنفسنا إنه نحن رضيانين، بينما بالواقع نحن غرقانين بصمت مؤلم. لأن الصبر الحقيقي ما بيدفنك بالحياة، هو بيقويك وبيخليك تقاوم الظرف مو تستسلم له. أما الصبر المزيف فهو سجن نحن بنحبس حالنا فيه وبنكتب على بابه إيمان، بس من جوا في صوت صغير عم يصرخ ساعدني. الصبر مو إنك تمشي حافي على الزجاج كل يوم وتقول الحمد لله ما نزل دم كتير اليوم. كل حدا يسأل نفسه ويجاوب بصدق، هل أنا فعلا مؤمن ولا أنا مستسلم متدين عم لبس خوفي عباية روحانية؟ لأنه في شعرة رفيعة كتير بين الصبر وبين القمع النفسي. خلونا نفكر ونميز بينهم. الصبر الصحي هو عبادة، بخلينا نتحمل الألم بس ما بيطمرنا فيه. الصبر الحقيقي بخلينا نواجه الألم، نفهمه بس ما بندفنه. الصبر بيقلك أنا موجوع
بس رح أتحمل لأنه في حكمة من هالوجع. أما القمع النفسي فهو بيسحبنا للقبول بحياة ما بتشبهنا، بيقلك اسكت، لا تحكي، لا تحس، لا تعترض، سكر قلبك وسكر تمك. وهون بتبدأ المشكلة، منكتم الغضب، منبلع الحزن، ومنبتسم غصب، وبنقول لحالنا هيك الإيمان. نحن بالواقع ما عم نصبر، نحن عم نقهر حالنا وعم نحط عواطفنا بمقبرة اسمها التجاهل الروحي. كل يوم بمر وانت عم تبلع شعورك بحجة الصبر هو يوم عم تخسر فيه قطعة من ذاتك. كل مرة بتقول فيها ما بدي زعل حدا أو خليها على الله وانت جواتك مكسور، هاي لحظة عم بتعلم فيها دماغك انه يهرب وما يواجه. والأخطر انه مع الوقت بتحس حالك صرت مخدر، ما عاد تفرح، ما عاد تزعل، بس صرت إنسان رمادي، نصه نائم ونصه التاني خايف يصحى. الصبر الحقيقي يا أصدقائي ما بيقتل الحلم، ما بيمنع المواجهة، وما بيطبطب على الجرح وبيقله نام. فكروا اليوم، هل صبرنا بيشبه الرضا ولا بيشبه الاستسلام؟ هل عم نصبر ولا عم نهرب؟ وهلأ بعد كل هذا الحديث، هل الصبر فعلا مفتاح الفرج ولا مجرد قيد مزخرف بنسميه إيمان؟ هل اللي بيجعلنا أقوى أم بخلينا نغرق بالأعذار وبنختفي خلف ستار الوهم؟ الصبر مثل البحر، في أمواج عاتية وفي سكون. إذا تركت نفسك تغرق بالسكون، هل أنت صابر أم مجرد عائم على سطح الألم؟ خلي قلبك يختار، لأنه بس قلبك هو اللي بيقدر يميز بين البحر الهادئ والبحر الموحش. إذا عجبتكن هي الحلقة بتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك. دمتم بخير وبأمان الله.